احلى واجمل قمر الدين تكليف في حياتك بالطريقه دي. قمر الدين سهل وسريع في خطوه واحده. شفت البكبكه بتاعته، شوف اللون الذهبي الجميل بتاعه. احلى طبق قمر الدين تكليف بطريقه وريحه زمان. جربي معايا الطريقه، جربي معايا الوصفه، هتعجبك قوي. سهله وسريعه، سريعه التحضير، ممكن تعمليها في 10 دقايق بس، بكل سهوله وبكل يسرى. احلى طبق مهلبية قمر الدين تاكليه من ايدك الحلوة. كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا بقى نشوف قمر الدين الجميل ده عملناه ازاي. نقعنا كده قمر الدين في قلب المية وسبناه لمدة ساعتين لحد ما داب تماما في قلب المية. ايه اللي في العلبة ده؟ العلبة دي اللي احنا عاملينها مع بعض عصاير رمضان. ده جزر مطبوخ بالبرتقال، عليه نكهة من الفانيليا، طعمه يجنن. هتحطيه مع قمر الدين بتاعك، هتقلبيه كويس قوي، ونشوف هنكمل الفيديو مع بعض ازاي. متنسيش اللايك والشير للفيديو عشان تدعموا القناة. تعليقاتكم الجميلة الحلوة اللي بتفتح النفس وبتقوينا وبتشجعنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى، معلش أنا اتأخرت عليكم في الفيديوهات في الأيام اللي فاتت لأني كنت تعبانة جدا وصوتي كان منحاش خالص. لسه يا دوبك صوتي قايم كده يتعدل شوية. هعمل معاكم فيديوهات العيد إن شاء الله، وهنزلها معاكم قريب. تابعوني بس وتواصلوا معايا كده، وإن شاء الله هنزل لكم فيديوهات جميلة الأسبوع ده بإذن الله. طبعا بس القناة والحاجات الحلوة اللي عليها. اعملي طريقة قمر الدين التحفة ديت، طعمها جميل بنفس النكهة بتاعة الجزر والبرتقال مع قمر الدين. هتلاقي أحلى طبق قمر الدين كلتيه. زمان كانوا بيعملوه كده، بس ما كانش لفات قمر الدين دي موجودة. كانوا بيشيلوا قمر الدين ده ويحطوا المشمش الطبيعي مع الجزر مع البرتقال، كان بيدي نفس النكهة الحلوة دي. هنحط 4 معالق من نشا أو 3 معالق من نشا حسب حجم كمية السوائل اللي معاكي، عشان تظبطي قوام المهلبية بالشكل التحفة اللي انت شفتيه في أول الفيديو معايا. طبعا السكر حسب المذاق، في حد بيحب السكر عالي جدا، في بيحبه متوسط، في بيحبه خفيف. ده بيبقى حسب الرغبة بقى. ظبطي انت حاجتك حسب رغبتك. ربنا يحسن ما بين ايديكم. لاول مره يشوف قناه كوكي، يا ريت ينورنا ويشرفنا باشتراكه في القناه عشان يوصلوا كل جديد مننا، ونقدر نفيد كل الناس بكل حاجه احنا بنعملها. بنعمل وصفات بسيطه، وصفات سهله، وصفات سريعه، بس وصفات مفيده جدا بتفيد اي حد لسه مبتدئ لسه بيتعلم. طبعا كلنا بنتعلم من بعض، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بس الحاجات ديت لبناتنا الحلوين الامامير اللي لسه بيبداوا حياتهم جديده، بنعلمهم كل حاجه عشان تبقى ستات ناجحه في بيوتها. نخلي بقى المهلبيه بتاعتنا تبقبق كده على البوتاجاز وتغلي وتدي الشكل الجميل الذهبي الحلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده. كده على النار بتغلي لحد ما تدي القوام بتاعها المظبوط. شفت الحتت اللي بتطلع في قلب المهلبية دي؟ ده الجزر مع البرتقال مع قمر الدين اللي احنا نقعينه في قلب المية. احلى طبق قمر الدين تاكليه بالشكل ده. جرب الوصفة واكتبي لي الوصفة عجبتك ولا لا. انا واثقة باذن الله ان الوصفة هتعجبك، لانها انا مجرباها ومعتمدة. طريقة قمر الدين دي جميلة وتحفة جدا، مغذية، طعم وريحة وشكل كمان يفتح النفس. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. وصفة سهلة وسريعة، ممكن تقدميها في العيد، ممكن تقدميها كده يبقى حاجة باردة ومتلجة كده ياكلوها في الصيف. فصل الصيف بيحب الحاجات الرواتب والحاجات اللي هي بتبقى خفيفة. وديت من الوصفات الخفيفة اللي بتتقدم من وصفات الصيف. جربي الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. متنسيش اللايك والشير للفيديو علشان دوت اللي بيدعم القناة. هنخلص كل الاطباق بقى ونورفها كده. ممكن تقدميه ساده بالشكل ده، ممكن تحطي له مكسرات. انا حبيت اعمله لكم كده، وانتوا حره بقى تقدميه حسب الرغبه والمذاق. في ناس بتحب جوز الهند عليه، في ناس بتحب تحط سوداني مجروش، حسب رغبتك. ممكن كمان تحطي فيها فاكهه مجففه بعد ما تخلصي قمر الدين بتاعك ده وخلصتيه كده، عندك فاكهه حطيها في قلبه، هيدي طعم خطير جدا. وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم.
ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو قمر الدين البسيط السهل السريع، عملناه في خطوه واحده. كل المكونات حطيناها على بعضها، حطيناها على النار لحد ما ادى القوام المظبوط، حطيناه في الاطباق زي ما انتم شفتوا كده. وقدميه بألف هنا وشفا. كل سنه وحضراتكم طيبين. متنسيش اللايك والشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.